انا بدات. هتدخن وريحتك هتبقى وحشه وهتقفل لنا البرنامج. الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعبء على الدولة وعبء. الناس التخينة بتشوه المنظر وطبعا بتبقي كلك عرقانة لأنك عندك كمية سموم غير طبيعية. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا إهباد لي. شكرا، معكم ليتشا. ريهام سمير ريهام سعيد اسمها ايه؟ ريهام سمير الأستاذة اسمها ايه؟ ريهام سعد، اسمها ريهام سمير، ريهام سليمان يا عز سعيد. طلعت تتريق على الناس التخينة والدنيا اتقلبت. فحضرتك مش من حقك تتكلمي على التخان، ومش من حقك تقولي عليهم ان هم ميتين. كونسبت فين اللي انت بتقوليه ده؟ بس طبعا مش كل الناس هيبقوا محترمين زي الأستاذة إنجي. ودلوقتي هنعمل تمارين الصباح ايه بس؟ 1 2. أيوة بقى، خش عليها سما. طيب انا اعرف ناس كتير قوي رفيعين وريحتهم معفنه. أيوة سما، خش عليها سما، ما ترحمهاش أبدا. انت مشيتي من القناه النهار بسبب مشاكل عملتها، ايشي فتاه المول، وايشي اسمها ايه دي، الستات اللي بتمشي على الحيطه واللي بتنزل من عينيها، دايما مطلعه ستات مصر صورتهم زي الزفت. والله الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل. انا لما قابلتك في موضوع فتاه المول في فندق سفير في الدقي، انت حضرتك انت ما كنتش شامه ريحتك وانت رفيعه. لا كفايه كده يا سما قوي، عيب كده. عيب ايه يا عم؟ انت شفت عملت ايه في زينة؟ عملت ايه؟ لا طب كملي بقى يا سما. الناس والمواقع بتقول يعني ان انت بتتكلمي عن احمد عز وزينه، ولا انتوا ما بتتكلميش عنهم؟ عايزين توضيح بس. انت قلتي ما احمد عز، الفنان احمد عز وزينه اتخانقوا في الساحل تقريبا او في مارينا، انت طلعتي قلتي ايه؟ ولا يهمك يا عز. انا ما اعرفش الحقيقه انت كنت قصاد احمد عز ولا قصاد حد تاني. وبعدين رجعتي قلتي ايه؟ اطفال مجهولي النسب ومش عارف ايه. نفسي تطلعي مناخيرك اللي انت ظبطتيها دي. انت لا كفايه كده بقى، سموم وعرق. ايه ده يا ابني؟ اعلاميين تاني؟ تامر امين ماله؟ كان بيوزع لي بروشورات انتخابات. انتخابات. ما تقطعش عليها، سيبك، هي بتغلوش دلوقتي. احساسك وانت بتعمل شاي بلبن دلوقتي؟ لا ما بيعملش بلبن. وانت اللي قاعد بتذاكر وبتسمع؟ لا هقول لك ليه بس. عشان وانت اللي قاعد في البيت دراسات والدكتوره قاعده دلوقتي في التلفزيون. في يا جدعان، هو انتوا مش وراكوا غير ستات مصر؟ مالك يا تامر امين بستات مصر؟ ستات مصر يعني كفايه اللي هم فيه، مش ناقصينك انت كمان. عارف ستات مصر لو حطوك في دماغهم ايه اللي هيحصل لك؟ قلب القلب يا ام فاروق. قول لي يا فاروق. ما يهمكيش يا ما يهمكيش. الستات المصريه جدعه، ومفيش عيب انها تنزل تشتغل لما يكون ظروف جوزها مش كويسه او مش لاقي شغل. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ طب والله حفله جميله جدا، انتوا متضايقين ليه؟ ثواني بس عشان انا مش عارف اركز في كل الحاجات دي مع بعض. يعني لبسه حريه شخصيه. اللي بعده. لا بس بجد، هو ازاي عرف يسجد بالنضاره دي؟ يا عم انت نسيت اهم حاجه، نضاره ايه بس؟ ايه؟ ده بيسكت هو عريان. يا عم انت مالك؟ لا بس انا هسيب شريف مدكور يجي يرد عليك بقى. ما هو من حقه يا جماعه يسجد، ايه المشكله؟ طب ما لعيبه الكوره بيسجدوا بالشورت ورجلهم وركبتهم باينه، يعني العوره باينه، وبتسموهم منتخب الساجدين وكذا وكذا، وفي منهم في الاخر بيروحوا يتحرشوا. واخد بالك انت؟ ودلوقتي مع فقره الين يانج. لاسارتي مشي من النادي الاهلي بعد انتقادات وخروج النادي الاهلي من كاس مصر، بس الروح الرياضيه تجلت في النادي، ووقت الجد الاعضاء النادي ودعوه بكل احترام وتقدير، في امل ان احنا نحط كل الخلافات على جنب، وان احنا نفضل محترمين الراجل ده عشان قضى معانا فتره زمنيه طويله.
وكده وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. مستنيين ارائكم واقتراحاتكم في الكومنتات. ما تنسوش طبعا لايك وشير، واستنونا في حلقه جديده الاسبوع اللي جاي. باي باي. الستات يا ولاد الكلب خلصت الفشار. لو حطوك في دماغهم عارف هنبدا عارف الرياضيه دي. نعم، يمكن اول ما نروح الرياضيه.